السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتن الملالية. اليوم غادي نوجدوا الشباكية المغربية معروفة في كل بيت. الشباكية ما كتخطاناش في رمضان، وفي الطبلة المغربية اللي معروفة. ضروري تكون الشباكية مع الحريرة كترافق لنا جميع الشهوات المغربية المعروفة عند كل مغربي. بالنسبة لهاد الشباكية غادي نحتاجو كيلو من الدقيق، يكون من النوعية الممتازة، يعني النوعية تكون جيدة. ضروري لأنه الشباكية كتبغي الدقيق يكون مزيان باش ملي كتعجنيها ما كتلقايش مشكل في العجينة. غادي نضيفو كأس من اللوز مطحون، ثم نضيف كأس من السمسم اللي هو الزنجلان مطحون، وكأس من الزبدة المذابة. عندنا هنايا غادي نضيفو ملعقة من النافع وحبة الحلاوة، يعني ملعقة كبيرة من اليانسون، أصفر بيضة، ثم نضيف ملعقة كبيرة من القرفة مطحونة جيدا، ونضيف ملون غذائي بنكهة الزعفران كيعطي لون جميل للشباكية. هنا المسكة الحرة مدقوقة، يعني المسكة الحرة مسكة حبوب، ثم نضيف الملح، قبصة ديال الملح، ثم نضيف رأس ملعقة من الخميرة المعجونة، ما نكتروش، ضروري شوية فقط من الخميرة. ثم نضيف روح اللوز، قطرات فقط من روح اللوز، ونضيف الزعفران. كما ترون هذا الزعفران الحر معروف عند المغاربة، موجود في المحلات التجارية، كيعطي نكهة زوينة للشباكية، وكيعطي كذلك لون جميل. كيف ما قلت لكم هنا قطرات فقط من روح اللوز، ما نكتروش. تقدروا تستغناو على روح ديال اللوز، انا كيعطيني واحد النكهه للشباكيه حتى هو كيجيني مزيان، يعني عادي كنديرو. اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليها عادي، ماشي مشكل. ثم نضيف نصف كأس من الخل. كما ترون الخل عادي، نضيف نصف كأس، ونضيف أيضا نصف خمارة من الخميرة الكيماوية، تقريبا أربعة غرام. كما ترون هنا نضيف كأس من ماء الزهر. ماء الزهر ضروري يكون نوعية ممتازة، ما نديروش ماء الزهر العادي، ضروري النوعية الجيدة والممتازة، موجود كذلك في المحلات التجارية. سنعبر بهذا الكأس كل المكونات الموجودة أمامكم، ثم نضيف كأس من الزيت النباتية. كما ترون كأس غير مملوء من زيت نباتية، ثم نضيف كذلك كأس غير مملوء من زيت الزيتون، لأنها تضيف نكهة خاصة للشباكية. ثم نقوم بجمع المكونات كلها. نبدأ أول شيء بالنواشف، نخلط جيدا النواشف مع الدقيق، ثم نبسبسها بيدنا. نخلط المكونات كلها النواشف مع بعضها، وبعد ذلك نضيف كذلك السوائل. كما ترون نجمع المكونات النواشف كلها، ثم نضيف السوائل. لدينا الزبدة المذابة، ثم
ماء الزهر من النوعية الجيدة، ثم نضيف أصفر بيضة كما ترون، ونضيف جميع العناصر من السوائل. هنا نضيف نصف كأس من الخل، بالنسبة للخل ما نكتروش بزاف، نصف كأس فقط. ونضيف أيضا قطرات من روح اللوز، ونضيف العناصر المتبقية اللي هي زيت الزيتون، كأس غير مملوء من زيت الزيتون، ثم نضيف أيضا كأس غير مملوء كذلك من الزيت النباتية كما ترون هنا في الفيديو، فهنا الكأس غير مملوء. ونجمع العجين جيدا، نجمع هذا الخليط حتى نحصل على عجين كما ترون. هذه هي العجين ديال الشباكية. نقوم بدلكها جيدا، ضروري تقريبا 20 دقيقة كاملة ديال الدلك، فهي تحتاج للدلك جيدا. ونضعها في الكيس البلاستيكي حتى ترتاح لمدة 5 دقائق، ما بين 5 إلى 10 دقائق. ثم هنا نقوم بدلك العجين بالمدلك حتى نحصل على عجين رقيق، لكي نبدأ بتشبيك الشباكية. ضروري من العجين تكون رقيقة باش ما تجيناش غليظة فاش كنطيبوها. عند الطهي غادي تولي غليظة بزاف الا ما رققناهاش. ضروري. بعد ذلك العجين جيدا على هذا الشكل، نقوم بهذه الأشرطة بالجرارة كما ترون. نأخذ 5 أشرطة ثم نقطع العجين كما ترون. نجمع كل اثنان أشرطة مع بعضها، لأننا حصلنا على 6 أشرطة. كما ترون نحصل على هذا الشكل، ثم نأخذ الطرف العلوي مع الطرف السفلي ونجمعهما، ثم نقلب الشباكية ديالنا، كنقلبو على هذا الشكل هذا، وكنجمعو الجوانب ديالها كما ترون، ثم نزيل الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب. كتجينا الشباكية ديالنا مشبكة على هذا الشكل، شكل الوردة. ثم نستعمل عجين كامل بهذا الشكل هذا. والآن مرحلة الطهي، عندما ننهي عملية تشباك للعجين ديالنا كامل، تطهى الشباكية في الزيت على نار هادئة، ثم نغطس الشباكية في العسل ونزينها بالسمسم أو الزنجلان كما ترون. هذه هي الشباكية ديالنا، وبالصحة والراحة. كنتمنى
تجربوا الشباكية بهاد الطريقة ديالي وبهاد المكونات اللي كندير. صراحة كتجي غزالة، كتجي هشيشة. دابا نوريكم الشكل ديالها دغيا كتذوب في الفم، كتجي غزالة لا في الشكل ولا حتى في المذاق ديالها، وكتجي هشيشة كتذوب في الفم معلكة. ما تنساوش تجربوا هاد الشباكية، وكنتمنى تدعموني بلي لايك والضغط على الجرس أسفل الفيديو. وشكرا لكم ورمضان كريم.